بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وجميع أنحاء العالم. أهلا وسهلا بكل إخواتنا المغتربين. ما تنساش تدعم الفيديو بلايك، ما تنساش الاشتراك في القناة. طبعا احنا إن شاء الله يا شباب بنجيب لكم كل جديد، أحسن أنواع البقر، اعلى كميات البان، مع طبعا مع الاسعار برضو، يعني عاملين لكم كل حاجه انتوا عايزينها. ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخلوش علينا بالشير. طبعا السلام عليكم. ازيك يا حاج فوزي؟ الله يكرمك. منور الدنيا كلها يا حاج فوزي. ازي حضرتك يا اسبوعين؟ اهلا بالساده المشاهدين واهلا بقناه اسعار المواشي كنز الفلاح. واحنا طبعا تحت امر اي مشاهد، وان شاء الله بامر الله نكون تحت ظن حضراتكم، وربنا يصلح الحال ونعجبوه ونلبي اوامر طلباتكم باذن الله. معانا ايه حلو النهارده؟ طبعا احنا نسيب تفاحه العرض دي برضو نختم بيها العرض. ده الاثنين احسن من بعض. الاثنين احسن من بعض. انت مش هتعرف تقول هنا ولا تقول هنا. يعني كل الدنيا رايقه. واولا والله تعال نحدي شويه. اللي ينزلها 7 سماوات ان الباقي بطرف واحد، والله يعني ما تحضروش. والله انا حلفت اكتر من 7 يمينات. انت صادق من غير حاجه. والله الباقيين ديت بطرف واحد، محلوبين الصبح بس مبدر شويه، يعني محلوبين بعد صلاه الفجر، يعني ميعادهم لسه ما جاش ولا ساعه ولا اتنين، لسه بدهم ساعتين على بيجي ميعاد الحليب، والله بطرف واحد. ما شاء الله، يعني دي طرف واحد دلوقتي. طرف واحد والله. ما شاء الله. هنوري بس حبايبنا حاجه ونبدا نكمل فيديوهاتنا تاني. ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ ما شاء الله. حلويات الحاج فوزي ضباب، تاجر الدبابات. انا مسميه تاجر الدبابات، محافظه مركز سيدي سالم، محافظه كفر الشيخ. المدرعات وبنزيمات. ايوه انا بحب. اللي عايز يشغل البنزين يجي عندنا. الحاجه الحلوه بتفتح نفس المشاهد وبتفتح نفسي، حتى اللي ما بيشتريش بيبقى مبسوط من الحاجه. ماشي، البضاعه بتتكلم عن نفسها. البضاعه بتتكلم من نفسها، بس في ناس برضه قلبها ما بيبقاش جامد يجيب الحاجات الحاليه دي. في ناس، في تجار قلبها ما بيبقاش جامد يجيب حاجات. احنا تخصصي في الحاجه العاليه. في حاجه عاوز اقول لحضرتك عليها برضه حاج فوزي. البهايم ديت ما شاء الله اعلى من الهولشتاين. طبعا هي خليط هولشتاين. هي اعلى كمان. هي خليط، بس لا هي مش اعلى في الاضرار في اللبن مثلا. لا مش قصدي على كده، بس هي بهايم بتستحمل مناعه عاليه. ايوه هو دي اللي قصدي عليه. عالي، مناعته عاليه. هو واخده فلاحي على هولشتاين. ايه الخليط الهولشتين؟ بتبقى فلاحي، ام فلاحي ومتلقحها هولشتين، فبتجيب سلاله كويسه زي ما انت شايف كده. الله ينور عليك. شايف كده حاجه من ايه؟ بتدي لك صنف كويس، مناعه كويسه، اضرار عالي في اللبن. واهم شيء عند الفلاح لا مؤاخذه في التعبير البلدي البطاريه. ايه البطاريه؟ شويه اللبن. ايوه، ما هو دول اللي بيصرفوا على البيت، وهو ده اللي بيجيب اكل البهيمه. هو اهم شيء عند الفلاح بيبقى في راجل شغال ورا البهيمه، ده اهم شيء. ماشي. طب انا قصدي البهائم الهولشتاين ده يا حاج فوزي، يعني اللي انا شفته في الفتره الاخيره ديت، لاحظت ان البهائم الهولشتاين عند في اي مزارع كبيره بتبقى ناجحه، عند الفلاحين ما بتنجحش. اقول لك ليه؟ البهائم الهولشتاين ما ينفعش تتربط في زريبه زي عايزه مكان واسع تتحرك براحتها عشان المفاصل ما تتعبش. وما يجيلهاش اضرار، التهاب في الضرر. انت فاهمني؟ بيبقى المكان الواسع فيه نظافه، تتحرك براحتها. بتبقى البهيمه واخده راحتها ومرتاحه، بتاكل براحتها، بتشرب براحتها، بترقد براحتها، بتقوم براحتها، فبالتالي بتديك الانتاج العالي وبيبقى مناعتها متظبطه. وبيبقى في دكتور تحت رجليه. هي عامه يبقى لازم لها مواصفات. ايوه لازم يبقى لها مواصفات في التربيه، في التغذيه، في المكان اللي مربوطه فيه. وبيبقى في دكتور تحت رجليه. طبعا عند الفلاح بقى بيقوم رابطها في الزريبه، يربطها، ما بينضفش تحتها. اولا اولا قله النظافه تحتها، الوقفه على البلاط بتبوظ المفاصل، بتبوظ الحوافر، اهم شيء بتبوظ الضرع. يبقى انت عندك الثلاث الثابتين فيه باظوا، ما عادش لها لازمه. بالبهيمه ام 50 60 الف بقت ببلاش. اللحم من ابو 25 زي البهيمه العاديه 27 وقعت بقى 30، ما عادش لها قيمه. فدي يا شباب احنا طبعا بنتكلم الكلام دهوت عشان تستفادوا برضو معانا، ودي وجهه نظرنا، وطبعا كل واحد له وجهه نظر تحترم على راسنا من فوق. فرجنا على الحلويات بقى يا حاج فوزي. طب خلينا بالشاب الكويس ده برضه. ما شاء الله. حل سعد الشاب. حل الشاب ده حاج سعد كده. الاول دي سد على الاول. اولا قبل ما احل معلش بقى تعالى ماشي نشوف السن الاول. السن حاجه بسم الله ما شاء الله، السن طري خالص ما شاء الله. الولاد خلطهم هولشتاين. عايزين الصنف ما شاء الله. السن صغير خالص. السن ابيض واخضر وطري وعلى وضعه. لسه ما سوتش الخناصر، ما سوتش لسه بص في الجنب اهو، ما لحمش على اخوه. لسه ما سواش، ما لحمش على اخوه. ايوه فاهمني؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، ما فيش هنا تغيير. ما شاء الله. ايوه. اهم حاجه، بص يا حاج فوزي، اهم حاجه في التاجر المصداقيه. ما شاء الله. اولا طولها ما شاء الله. طولها ما شاء الله في بضاعه فاخر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. داير يلا داير يلا.
ما شاء الله. شايفين يا شباب كل الصفات الحلوه في البقره دي يا شباب، كل الصفات الحلوه في البقره دي. بقره ملبطه، بقره صنف، حجم ما شاء الله. شايفين يا شباب مدرعه اهيت ما شاء الله. شايفين يا شباب وراها ايه البقره دي يا حاج فوزي؟ لسه صورتها فاهم. وراها انتيه. انتيه خلطه مستوى. عاوزين نجرب اختبار اللبن، عاوزين نجرب في كوس بقى يا حاج فوزي، مش عاوزين نحط على الارض بالله عليك. بسرعه اجري بسرعه اجري يا سعد. ماشي. شايفين يا شباب البقره والشه والشخيه. بصوا يا شباب، بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. شايفين يا شباب بقره من اعلى الاصناف يا شباب ما شاء الله. الحاج فوزي يا شباب تاجر المدرعات مركز سيدي سالم محافظه كفر الشيخ. طب احنا عاوزين رقم التليفون يا حاج فوزي والعنوان بالتفصيل برضه. عنوان مركز سيدي سالم محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم قريه اليساويه. تليفون 010 120 398 51. ما شاء الله البقره مدرياك يا حاج فوزي. ما شاء الله. دي مدرعه حاجه عاليه. ما شاء الله. مجاسات. ما شاء الله. مجاسات وجز وخلف واللي خلقه ربنا كله موجود في البقره. ما شاء الله. ما شاء الله. الشيء الوحيد. الثانيه برضه نفس الكلام. ما شاء الله. برضه الدبابات الثانيه كانت ما شاء الله برضه. ده ما شاء الله حاجه كويسه. ما شاء الله ما شاء الله. عايزين نعمل اختبار اللبن. شايفين يا شباب ظهر البهيمه، ظهر البهيمه القواقع مظبوطه يا شباب. كل حاجه في البهيمه الفتحه الواسعه ما شاء الله. البقره الابيض قد الاسمر فيها ما شاء الله. كل حاجه فيها زي الفل. استنى يا حاج فوزي. اختبار اللبن اهو يا شباب ما شاء الله ما شاء الله. تاني اهو. ماشي. تالت اهو. بالراحه بسم الله بسم الله. هو شوف سبحان الله. سبحان الله. ده لبن ابيض زي الجاموس. لا سبحان الله برضه احنا رحنا جبنا علبه مخصوص عشان ما نحلبش على الارض. الرابعه. ما شاء الله. ماشي ما شاء الله. دي طرف واحد يا حاج فوزي. والله طرف واحد. انت جاي لطرف واحد. والله احنا بناخد كلامك ثقه. 7 سماوات. ما شاء الله. ده طرف واحد. ما شاء الله. بس حالي بالفجر. ايوه بتعمل ده الفيديو احنا دلوقتي الساعه 3 يا جماعه. ما شاء الله. شايفين صوت الشوك يا شباب؟ شايفين لبن دسم اهوت. شكل المواشي اهوت يا شباب. شكل الجاموس ما شاء الله ما شاء الله. شايفين يا شباب ابيض خلص. ما شاء الله. طبعا دي غصب عننا بقى اللبن واقع على الارض يا شباب، غصب عننا بقى ربنا العالم اهو ما شاء الله. وما شايفين يا شباب اهو والله ما فيها تجهيز خالص بالبصره. ما فيهاش تجهيز خالص يا شباب اهيت. والله طرف واحد. ما شاء الله ما شاء الله. دي بهايم واكله عندي يوم واثنين على اساس برضه ان انا ابقى عارف فيها ايه. دبابه يا شباب ما شاء الله. طب عاوزين نعمل اختبار رضاعه هي وراها ايه يا حاج فوزي؟ بنتها يا سعد. بنتها تايه. بنتها تايه ما شاء الله. لسه سرتها فيها يا شباب. فيها يوم 3 ايام. ده لسه المباراه اللي ما نزلش. النهارده هتقلب عشرات مرتاحه. ما شاء الله. حتى الناحيه دي كده شايفين يا شباب اهيت سره العجله لسه صغيره اهيت. وراها انتايه. انت ايه يا حاج فوزي؟ صنفها ايه؟ خليته الاشتام برضه. رجولها 10 على 10 يا شباب. ما فيش فيها فتاج، ما فيش فيها اي مشاكل اهيت. اختبار الرضاعه مع بعض اهوت يا شباب ما شاء الله. اهم حاجه اختبار رضاعه العجل دي يا شباب ما شاء الله. ماشي. حنت البقره حنت اهي. اربط العجله يا سعد. ماشي. العجله بص كده. استنى ساعه. بصوا يا شباب ما شاء الله. مفيش اسهالات، مفيش اي مشاكل. عجله 10 على 10 اهي. الاسعار لسه هنشوفها اهو. صباح الفل يا حاج حنفي. صباح العسل. الاسعار يا حاج فوزي كم كيلو لبن؟ اللبن ده رزق اولا. بس احنا عاوزين نعتمد على الله. عاوزين نتكلم برضه عن اللبن في كل فيديو. اقول لك على حاجه. تعالى اهو بعد اذنك. اقول لك على حاجه برضه. الشابه ده هي لسه والده بقى لها 4 ايام. بس انا متوقع ان البقره 12 كيلو في الطرف. هي ما شاء الله. دي طرف واحد يا حاج فوزي. والله يا جماعه طرف واحد. طرف واحد اهو يا شباب. بامر الله متوقع ان البقره 24 كيلو. ما شاء الله. 12 و12 لان احنا بنحلب مثلا حلبنا 5 الصبح نحلب 5 المغرب. 6 الصبح ب 6 المغرب. هو المفروض ان الحليب يبقى متعادل صباحا ومساء عشان ايه اللبن ما يتغيرش يعني. يعني ما يتاخرش ما يطردش بعضه. فالبقره دي انا متوقع هي النهارده بتحلب 8 كيلو. والده بقى 3 ايام 8 والصبح حلبه تقريبا 8 كيلو غير بنتها. هي الشابه دي مش حلبه اقل من 12 كيلو بإذن بعد يومين بامر الله 12 كيلو. برضه ثاني يا حاج فوزي اللبن من الاكل. من الاكل طبعا. الاكل بيجيب اللبن. بص من غير اكل ما فيش لبن. صح. في مثل فلاحي بيقول لك سلالتك طوالتك. ان حطيت الاكل في الطواله هتاخد اللبن من الطواله. صح. هو الاكل كل شيء. ماشي. الاكل بيعمل السلاله، بيعمل العظم، بيعمل اللحم. الاكل بيخلي العظم يفتح. ايوه. بيخلي العظم يفتح وبيحن.
ايوه ما شاء الله. طيب هتدينا كام بكام بقى البقره ديت يا حاج فوزي النهارده الاسعار يا حاج فوزي؟ يبقى راضي ب 50000 عشان نلم الدور يعني. عشان نلم الدور من لا لازم تحيه خاصه 50000 من اخر السنه اللي قلت الكلام قلت 60 ولا قلت 55 ولا قلت الكلام راضي ب 50000 وخلاص. طب هي يعني هنا بقى طيب ماشي نلم الدور ب 47000 كمان حركه. لا ب 47000 والله 47000 ما شاء الله. هي تستاهل احسن. انا شايف طبعا انا شايف مواشي امبارح معروض على اليوتيوب ب 65700 دي احسن منها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يخشوا على اليوتيوب برضه ب 65700 شايفها امبارح على قناه اليوتيوب. اي حد عايز يشوفها يشوفها. دي اقوى من الثانيه. دي احسن منه. دي اقوى من الثانيه اللي احنا عرضناها المره اللي فاتت. اقوى منها مرتين ما شاء الله. في العظم وفي اللبن وفي الكل كريم ما شاء الله. ايوه دي اقوى منها مره واثنين. والله يعني البياض دي ما حد قال من 24 كيلو. السعر ثاني يا حاج فوزي بعد اذنك. السعر 47000. 47000. رقم التليفون يا حاج فوزي 010 120 39 851. ما شاء الله 10 120 39 851. ماشي. عاوزين بقى نشوف العسليه دي. دي كسره 6 ولبنها لسه طابق النهارده. بقى هو بص باين على بص باين على والله طرف واحد باين على ما انا بقول لك باين على ورم الولاده. والله طرف واحد ولسه لبنها طابق النهارده. طرف واحد. ايوه واول يوم لبنها النهارده. بيزيد بقى كل يوم نص كيلو. ما شاء الله. فرجوا على الحلويات يا شباب. كسره 6 سنين عجله ما فيش كده خالص في الدوله. يعني لسه ما قفلتش. ده كسره 6. ما شاء الله. شايفين ورم الولاده اهوت يا شباب. ورم الولاده اهوت يا شباب ما شاء الله. شايفين ظهر البقره يا شباب ما شاء الله. عظمتين مظبوطين كل حاجه. الحلاوه الوش اهوت الوش اهو يا شباب. الوش اللي يجيب الخير. الرجول 10 على 10 اهيت ما شاء الله. الضر 10 على 10 لسه. دي ورم الولاده يا شباب ما شاء الله. شايفين شاب عامله ازاي. الاثنين احسن من بعض والله يا حاج فوزي. دي كمان احسن من الثانيه. دي ما شاء الله احسن من الثانيه برضه. يعني خلي بالك ان الثانيه صح سرقت عينيه بس دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احسن منها كمان ما شاء الله. شايفين يا شباب الكاميرا عين المتابع يا شباب. احنا بنصور لك كل حاجه قدامك اهو. البقر خلي بالكم البقره الثانيه الحاج فوزي كان متداري فيه. يعني البقره الثانيه تعال كده حاج فوزي بعد اذنك. شايفين الحاج فوزي بصوا ما عادش باين اهو ما شاء الله. شايفين يا شباب دبابه ما شاء الله. الحاجات الحلوه دي يا شباب بتخلي الواحد نفسه مفتوحه وهو بيصور وبتخلي الجمهور تبقى نفسه مفتوحه. والله يا اسبوعين احنا بنبحث على شيء. هم الناس اللي بترن علينا يقولوا تعالى عندنا بقره سكتك. بقره طلبك عندنا سكتك عندنا. ما شاء الله. شايفين يا شباب الحنيه. الحنيه بصوا سيبها كده تلحس بنتيه. هقولها خالص. العجله خليط سيمنتال. العجله خليط سيمنتال ما شاء الله. ما فيش اسهالات يا شباب اهي. العجله احسن من امها ما شاء الله. ايوه طبعا صنف عن امها. ما فيش ورم ما فيش فتاج ما فيش اي حاجه وحشه. طبعا هنقول لكم تاني يا شباب. هنوريهم الصوره دلوقتي. وبرده يا شباب شكل ما انتم شايفين برده التاجر مش زي المربي يا شباب. التاجر قبل ما بيشتري الحاجه بيجيب كل المواصفات بتاعتها. العجله بتاعتها هي ما شاء الله بنتها اهيت ما شاء الله. عاوزين نشوف السن العسليه دي. يعني دي لسه شابه يا حاج. بص يا باشا ما شاء الله. هو سيب الحبل ما شاء الله. لسه خنصر وجع اهو. تحت احمر ما طلعش. لسه ما طلعش اهو. الخنصر الثاني زي اهو. الخنصر الثاني زي اهو. طالع منه حته. ما طلعش لسه يا شباب. اهو يا شباب اهو. ارفع الشفه. ايوه اهو يا شباب. طالع منه حته. شايفين يا شباب اهو. يعني لسه بتكسر. لسه كسر. صباح الفل يا حاج حمادي. صباح العسل. ما شاء الله ما شاء الله. فوق الفواخر بشويه. لا دي ما شاء الله. يعني ايه دي سرقت الانظار اهي ما شاء الله. اهو يا شباب الكلام على المكشوف. دايره اداره. دايره اداره. بقرة يا شباب كل المواصفات الحلوه فيه. القرون والوش والحجم والسن. بهايم مكرومه ما شاء الله يا شباب. يعني ما سابتش من الحلاوه اي حاجه ما شاء الله. ما شاء الله. الضر اهوت يا شباب. ورم الولاده لسه فيها اهوت اهو ما شاء الله. فتحه العريضه. عظمتين مظبوطين. السمار بتاعها اكتر من البياض اهوت ما شاء الله. وليه البقره اللي بياضها ياما بتبقى سعرها بيقول لك مش كويس؟ لا هو طبيعي في بهايم بتبقى بيضه بس صنفها بيبقى عالي. بتنباع زي الهولشتاين وزي الثانيه. هي اصلها هولشتاين. اصل في ناس يقول لك ان البقره دي فيها بياضها ياما. في ناس بتحب البيمه السمراء عن البيضه شويه. في ناس هو طبيعي يا عمرو طبيعي. مش يعني مش مرغوب شويه. مش البيمه البيضه مش مرغوبه شويه. انما هي زيها زي اي بيمه ثانيه. اهم حاجه احيانا بتبقى البيمه البيضه فالحه عن البيمه السمراء وفالحه عن البيمه اهم حاجه في البيمه الفلاح. اهم شيء تكون بيمه كويسه فالحه في اللبن. المجاسات كويسه. السن كويس. خلفها بيجي كويس. نسبه الاضرار عاليه.
الناس تعرف تاكل فراعي. نسبه الاضرار عاليه اهم شيء فيه. يعني معلش يا شباب، انا هروح اجر بقره زيت برسيم واروح اجيب لها شكاره علف. من حاجه احنا عملنا علف كنز الفلاح. ايوه حضرتك قلت لي على كنز الفلاح. عملنا شكاره علف. عندك علف رخيص شويه دلوقتي شكاره الرده بكام؟ ب 300 320. احنا عملنا شكاره علف ب 325 جنيه. شكاره العلف شكاره الرده فيها بروتين كام؟ 9%. احنا عامه هناخده منك العلفه ديت وهنجربوها يا باشا. هنجرب وهنقول على اللي فيها ان شاء الله في الفيديو الجاي من غير كلام. بما يرضي الله. ماشي. الفيديو الجاي من غير كلام. بما يرضي الله. ان شاء الله بامر الله. انا كلام سليم. مثلا تقريبا نص طن او ربع طن اجربه الاول ان شاء الله. ان ادى معايا انتاج كويس انا هقول بما يرضي الله على اللي هيحصل. بس انا بنافس الرده. ماشي، ما اختلفناش. يعني انت عارف الرده هتعمل ايه ودي تعمل ايه؟ لا هي الرده طبيعي. هي اعلى من الرده مرتين وبسعر الرده. هي لما تبقى كده تلاقيها تبقى كويسه. صح كده؟ يبقى انت تحاسبني على قد شغلي. انما احنا عندنا الشجره الثانيه ب 750 جنيه. اللي عايز يعني انا عامل علف للي عنده زريبه فيها مليون، وعامل علف للي زريبه فيها 50,000. طبعا كل واحد على قد. ماشي. كل واحد على قد. ما شاء الله. طب سعر العسليه دي كام يا حاج فوزي؟ الاول انت ما سالتش عن اللبن. اللبن من الحاج. ماشي. ما انت تعالى لسه ما جربناش، ما فتحناش البزاز برضه وما جربناش الرضاعه. تعالى من هنا. ما هو الشاب ده موريني ما شاء الله. يعني ماشي. هحلت كل بيز من ناحيه. براحتك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ماشي مش اشكال. خلاص الناحيه الثانيه يا حاج فوزي. الناحيه الثانيه. ان شاء الله البيز حتى اللي ما فيهوش ورم شفته ده. ما شاء الله. انما الاثنين اللي ورا كلهم ورم مش عارف تحلب منهم. ان شاء الله باذن الله ربنا يصلح لها الحال وتبقى 10 على 10. ورم الولاده كل المربين عارفينه وكل التجار عارفينه. لا الشباب دي بسم الله ما شاء الله النهارده ما شاء الله. ان شاء الله بامر الله مش هلبى اقل من 12 كيلو في الطرف. ما شاء الله. طبعا انت ما حضرتش. لا والله بطرف واحد. طرف واحد يا شباب. احنا جايين الحاج فوزي الحمد لله رب العالمين. هو ثقه يعني لو قال لك طرف واحد انا متاكد ان شاء الله ان هو طرف واحد. هو قال لك انا حالب بدري بس شويه يعني الفجر. بص يا ابراهيم، اصل انا عشان احوش في بينا زي ديت وجبتين عندي. عشان احوش فيها وجبتين ويا بيتي. اللبن بيطرد بعض 4 ايام. اللبن بيطرد بعضه كام يوم؟ 4 ايام. طيب انا عرفت الشاب النهارده وجالي حد بكره انا جاي مطفله في اللبن هيقول لي الطريقه بتشتغلني. لا انا شبيتي ده بامر الله بكره المغرب بتبقى زي كده واحسن من كده. ما شاء الله. هتزيد عن كده ان شاء الله. الشاب ده فيها 10 و12. ما شاء الله. يعني انت هتسلمنا فيها كام كيلو لبن يا حاج فوزي امان؟ ثابت كده 10 و12 وان شاء الله تحلب 25 كيلو لبن. ما شاء الله. يعني دي بعون الله 25 كيلو. تحلب لسه 5. بص يا ابراهيم اللبن دي ما بيجيش مره واحده. ايوه انا معاك اهو. ده بينزل تدريجي كل يوم نص كيلو زياده. والله ما كانت كده امبارح العصر. الضر ده. فهي ان شاء الله بامر الله النهار ما تبقى ما فيش خالص على الميت تحلب اللي هو بتاع النهارده. ما شاء الله. مع الاكل ومع العلفه ومع التدريج يوميا واللبن يزيد يوميا مع العلفه ان شاء الله 25 كيلو لبن بامر الله. 25 كيلو لبن وعجله كسره 6 دي ما شاء الله بقت دلوقتي في العرض بقت احسن من دي. لا احسن ما شاء الله. احسن وفرق عنها في الفلوس. في السن. بس دي دبابه. الاول دي العظم مجسات. دي دبابه. الشابه ده الفرقه دي سنها صغير شويه. عن ديت. خلفها معدول عندها شويه. ولبنها ما شاء الله برضه حلو. خلف اعلى برضه شويه بس ده هي هتجيب اللبن زي دي واحسن كمان ان شاء الله. شايفين يا شباب؟ البيزي جماسي يحلب برضه. وعجله كويسه وعجله ما فيش منها خالص. شايفين يا شباب؟ احنا عينكم يا شباب اهوت. البقره كل حاجه فيها اهي. الرجول الجسم اهو كله ما شاء الله ما فيهاش غلطه. ما شاء الله. الحلبات اهي يا شباب. شايفين يا شباب؟ ما شاء الله. الحلبات مسطره اهيت. طبعا يا شباب برضه التاجر مهما تشتري من وراه كسبان برضه. لان التاجر الصادق طبعا انت بتنجح من وراه لانه بيفلي البقره ديت. لو فيها اي عيب هينزل من ثمنها عند صاحبها. فانت هتشتري صح. ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا يا شباب اهو في البيت البقره اهيت وبنتها اهيت. اختبرنا اختبار اللبن. اختبرنا ما شاء الله اهي يا شباب. دي ورم الولاده اهوت. البقره الثانيه اهيت. ظهر البقره اهو قدامك. القواقع اهيت. الرجول ما شاء الله. البقره اهو وشها يا شباب. القرن عامل ازاي يا شباب؟ لسه عيله يا شباب اهيت. بقره ما شاء الله 10 على 10 ما شاء الله اهي. كل الصفات الحلوه فيه ما شاء الله. ورم الولاده يفك منها بس يا شباب تشوف منها الخير وزياده شويه. ما شاء الله. ما شاء الله اهيت. هي باينه خالص يا حاج فوزي. باينه خالص اهي ما شاء الله. السعر بقى يا حاج فوزي
يعني احنا مش عايزين مبالغه برضه، ديت تتنباع اعلى من دي برضه. بس انا حاطط لها 48 ونص. 48 ونص سعر نهائي 48. سعر نهائي 48 ونص. ودي نهائي 47. ودي نهائي 47. رقم التليفون يا حاج فوزي والعنوان تاني؟ 120 39851. كمان مره 010 120 39851. ربنا يبارك لك حاج فوزي. محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم، قريه الاسلام. ما شاء الله. ربنا يبارك لك حاج فوزي، يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب يا شباب. انا ان شاء الله هنجرب العلفه بتاعتك يا باشا. جرب وانا عند يا باشا انا اتحدى اي حد في شغل. الحمد لله انا عندي النجاح احسن من الفلوس. طبعا النجاح احسن من الفلوس. بس الدنيا كلها مش فلوس. النجاح هو اللي هيجيب الفلوس. الله ينور عليك. وبعدين أنا في الاول وفي الاخر بنافس شكاره رده. طبعا يعني مستحيل على الفتحه، مستحيل يعني هتقل عني. لا طبعا هتعديها. يعني هتعديها. انه احنا ربنا يستر الحال. الرده 9 بونت، العلفه بتاعتنا ما شاء الله 14 بونت، من 12 ل 14. يعني فرق 5 بونت وفي نفس السعر ونفس الوزن. لا كويس. شكاره 40 كيلو برضه. كويس ان شاء الله. ماشي. اديني لايك يلا. تعالى اهوت عند البقره العالميه ديت اللي بالدريك ده اهي. ايوه ما شاء الله. ما شاء الله. الدبابات ديت 10 على 10. بحب الدبابات دي ما شاء الله. ربنا يبارك. بضاعه عاليه. عايز تقول حاجه للناس؟ الناس كلها على دماغنا، واي حد يشرفنا على دماغنا. طبعا ما فيش. طبعا احنا قلنا اللي عايز بقره ايه يجي يشوفها ويعينها. ما فيش حاجه اسمها ايه. لا ما فيش شحن ده خالص. ما فيش حاجه اسمها ايه. الشحن ده مش عندنا، عند ناس ثانيه محترمه وكويسه على دماغنا من فوق. كل الناس على دماغنا من فوق. ربنا يبارك لك يا حاج فوزي. ربنا يبارك لك ويبارك فيك. يجي يدور فيه ويدور زي ما قلت. شايفين يا شباب البقره مضيعه الحاج فوزي في ريحها يا شباب. ما شاء الله. شكرا جزيلا. ما تنساش اللايك، ما تنساش الشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.